ضمن الفعاليات التي تقام في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا في إطار الحملة العالمية الحرية لعبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية، نظمت هيئة الشباب والرياضة بطولة كروية في مقاطعة كوباني أمس الأحد. وشهدت الجولة الأولى من مجريات بطولة الهيئات والمؤسسات لكرة القدم في مقاطعة الفرات فوز فريقي مجلس عوائل الشهداء والإدارة المحلية على حساب فريقي المواصلات ومكتب الطاقة. وتضم البطولة 19 فريقا من هيئات ومؤسسات مختلفة موزعة على 4 مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة، باستثناء المجموعة الأخيرة التي تضم 4 فرق. هذا ويتأهل الفريق الأول والثاني من كل مجموعة عقب 4 جولات من المنافسة إلى الدوري الربع النهائي من البطولة، ومنها لنصف النهائي والنهائي للتتويج.